كان يا مكان، كان في أميرة جميلة اسمها ليلى، كانت تعيش في قصر كبير، وكانت تمتلك قلبا طيبا وروحا مرحة. كانت ليلى تحب اللعب والمغامرات. ذات يوم خرجت ليلى في رحلة استكشافية في الغابة المحيطة بالقصر، وأثناء تجولها وجدت بابا سريا مغلقا بإحكام. قررت ليلى فتح الباب السري لترى ما وراءه، وبحثت عن المفتاح وفتحت الباب. وجدت نفسها في غابة سحرية مليئة من المخلوقات والألوان، والتقت بأصدقاء جدد: البنوتة السحرية ذات الشعر الأبيض في أزرق، والفأر الأزرق. وذهبت ليلى في الغابة والتقت بثلاثة بنات واقفين يرقصون ويلعبون، وتكلمت معهم وكانوا لطفاء معها. ووجدت ليلى قصرا جميلا كله ألوان وأشجاره ألوان، أعجبت به جدا. واكتشفت ليلى أن القصر كان مغلقا عليها، وأن العالم فيه الكثير من المخلوقات والألوان. ورجعت ليلى القصر وحكت عن مغامرتها وراء الباب السحري.